طاجن البسبوسة بالقشطة بيتحضر في دقايق، مش قادرة اوصف لكم طعمها حلو ازاي وطريقتها سهلة جدا، بتدوب كده في البق. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هنجيب كوباية من اللبن، نحط عليها معلقتين كبار من النشا، هنقلبهم الأول على البارد ونرفعهم على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب لحد ما الخليط يتقل معايا بالشكل ده. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من القشطة وأقلب رشة كده من الفانيليا وأقلب وأقفل عليها، وكده بقى جاهز عندنا أحلى قشطة. في بولة هنزل بعلبة من القشطة المعلبة، استخدموا أي نوع موجود في السوبر ماركت. هتملوا علبة القشطة دي بسميد البسبوسة أو دقيق البسبوسة، وهتملوها برضو بالحليب البودرة، وهحط نص العلبة سكر ونص العلبة زيت، واخر حاجه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده القوام المظبوط للبسبوسه. هجيب الطاجن بتاعي ادهنه بشويه كده من الزيت وانزل بجزء من البسبوسه، مش بنكتر قوي علشان هي لسه هتنفش شويه في الفرن. هسويها كويس جدا، وبعد كده هنزل بطبقه من القشطه، مش بنزود برضو القشطه قوي عشان ما تسحش مننا في الفرن. هنسويها كويس وننزل بطبقه تانية من البسبوسه، ونحاول بقى على قد ما نقدر ان احنا نساوي السطح بتاعها كويس قوي. وقبل ما ادخلها بربع ساعه بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، ولازم يكون سخن. بتدخل على الرف الوسط، هخليها بقى تستوي لحد ما اعمل لها احلى شربات. كوبايه من الميه عليها نص كوبايه من السكر، هقلبهم الاول على البارد وهرفعهم على النار من غير تقليب خالص. اول ما الميه دي تغلي هنزل بعصره ليمونه بسيطه قوي، واسيبها بقى 10 دقايق على نار متوسطه، وبعد كده بديها رشه فانيليا واقلب واقفل عليها. والشربات بتاع البسبوسه بيبقى خفيف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والبسبوسه بتاعتنا استوت. اول ما بتلاقوها خدت لون من الجوانب كده، بتفتحوا لها الشوايه عشان تاخد لون حلو من فوق، وهي لسه سخنه بتنزلوا بالشربات بتاعكم، والشربات طبعا بيكون برضو لسه سخن. هتسيبوها شويه تشرب الشربات بتاعها كويس قوي، وبعد كده تزينوها باي طريقه تحبوها. وبس كده، اتفرجوا بقى على الجمال. شايفين بقى البسبوسه شكلها حلو ازاي؟ والبسبوسه دي احلى حاجه فيها انها تتاكل وهي لسه سخنه، والقشطه كده دايبه فيها. وحتى لو بردت منكم هتسخنوها شويه في الميكروويف او في الفرن، برضو بتبقى حلوة جدا. السكر بتاعها كان معتدل جدا لان احنا محطناش سكر في القشطة خالص، فكان كل حاجة مظبوطة بالظبط. سهلة جدا وخفيفة وطعمها خطير. جربوها، انا واثقة جدا انكم هتحبوها.